تعالي لما اقولك على احسن طريقة ممكن تحمصي بيها الكاجو في البيت ويطلع احسن من اللي انت بتشتريه من بره ب100 مرة. وهقولك كمان ازاي يطلع معاك اصفر ولامع بالشكل ده كده. وهقولك على فكرة في اخر الفيديو ممكن تعمليها بالكاجو تكسبك كتير يلا بينا نبدأ بالطريقة على طول عشان مطولش عليكم. اول حاجة هنعملها هنشتري الكاجو ني كده بالشكل ده كده. طبعا بيكون سعره قليل شوية عن اللي انت بتشتريه متحمص. واول خطوة هنعملها طبعا احنا معانا كده كيلو من الكاجو. هنجيب ربع كوباية من المية وهنحط عليها نص معلقة من الملح و3 معالق كبار من الزيت وهنقلبهم كويس لغاية لما الملح يذوب خالص معانا. وهنجيب بولة كبيرة طبعا عشان تسهل علينا واحنا بنقلبه. هنفضي فيها الكاجو وبعد كده هنحط عليها المية والزيت والملح اللي عملناه وهنقلبه كويس بالشكل ده كده. وبعد كده هنجيب صاج وهنحط فيه الكاجو. طبعا اهم حاجة نفرده كده بالشكل ده كده. طبعا دي خطوة مهمة علشان الكاجو يطلع معاكي كده اصفر وجميل. وبعد كده هندخله الفرن عشان يتحمص معانا ونكون مشغلين الفرن من فوق ومن تحت. واهم حاجة تفضلي قاعدة جنبه عشان تقلبيه كل شوية علشان يطلع لونه اصفر وبالجمال ده كله. طبعا ودي شكله بعد التحميص. طبعا مش هنكتفي بكده وبس. تعالي بقى اقولك على اهم خطوة اللي هتخلي معاكي الكاجو شكله كده لامع وجميل وهي هنجيب معلقة كبيرة من الزبدة. طبعا لو مش عندك زبدة ممكن تستبدلي بالزيت بس اهم حاجة يكون زيت نضيف. وطبعا هنحطه كده على الكاجو وهنقلبه. ودي طبعا شكله بسم الله ما شاء الله حاجة تحفة. مقولكوش بقى على القرمشة والطعم حاجة جنان. وتعالي بقى مقولك على الفكرة اللي انتي ممكن تعمليها بالكاجو ده. طبعا هتشتري الكاجو ني بيبقى سعره رخيص شوية وهتحمصيه انتي في البيت. طبعا هتكوني شارية اكياس كده صغيرة مخصصة للتغليف. هتحطي في كل كيس 5 وحدات من الكاجو. وطبعا هتعملي بقى الكاجو كله بالطريقة دي كده تعبيه في الأكياس وبقى توزعيه على السوبر ماركت على المحلات. وما اقولكيش بقى على المكاسب اللي انت هتكسبها من وراه. طبعا اللي لما ما يكونش متوفر عندي في البيت بروح اشتري من الميلا. طبعا بيديني ال7 وحدات ب15 جنيه. طبعا لو حابين الفكرة ممكن تجربوها. ولو عندكم اي افكار تانية ممكن تكتبوها لي في التعليقات علشان توصل لاكبر عدد من الناس وعلشان يستفيدوا منها. ولو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تشتركوا في القناة واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.